إذا المنتخب المصري الثاني في أولى مبارياته في البطولة العربية بيستهل مشواره بالتعادل المخيب للأمال أمام المنتخب الكويتي. ليه مخيب للأمال؟ لأن المنتخب الكويتي هو المنافس الأضعف في المجموعة، لأن مصر معاها في المجموعة الإمارات والأردن اللي هم أصحاب إمكانيات كروية أعلى بكتير قوي من المنتخب الكويتي اللي مش في أحسن حالاته الفترة الأخيرة. شفنا أداء باهت من المنتخب المصري، مفيش جمل تكتيكية، يمكن كل اللي شفناه في الشوط الأول هو تدوير كرة واستحواذ بدون نجاعة هجومية أو فعالية على المرمى. وحتى يمكن لما الدنيا بتبقى مقفلة معاك والمنافس بتاعك بيلعب زون ديفنس، فأنت طبيعي تلجأ للحلول التكتيكية من جانب المدير الفني، ولكن ده ما شفناهوش. ولا شفنا تسديدات ولا شفنا جمل زي ما احنا بنقول، ولكن استحوذت، ولكن تبقى المشاكل الأزلية في المنتخبات المصرية وليس فقط المنتخب الثاني، وهي الكرات العرضية والمشاكل الدفاعية والأخطاء الكارثية اللي بيتسبب ليها الدفاعات المصرية للأسف دائما وأبدا. عندنا ضعف في المركز ده في الفترة الأخيرة في المنتخبات المصرية والكرة المصرية بصفة عامة. أيوة عندنا فعلا ضعف شديد جدا جدا. ولكن إيه هو يا عزيزي الهدف الأساسي من المشاركة في البطولة العربية دي؟ أكيد كلنا عارفين، إحنا مش وطبيعي وفاهمين كلنا ان احنا مش هنبرز لعيبه للمنتخب الاول والكلام زي ما بيتقال كلام الانشا ده، ولكن الهدف مادي بحت، لان المشاركه بس مجرد المشاركه انت بتاخد 715 الف دولار لمجرد المشاركه، ولو عديت للدور اللي بعد كده بتاخد مليون و400 الف دولار غير ال 750. فالعوائد الماديه بتاعت البطوله دي كبيره جدا جدا جدا، وهنتكلم عنها بالتفصيل الفتره الجايه. ولكن حلمي طولان لم يقدم الكثير صراحه. المفروض انه كوتش كبير ومدير فني كبير، ولكن ده بيثبت لنا ان المدير الفني الاجنبي اصلح دائما في قياده الكره المصريه او بصفه عامه، رغم ان انا مش حابب ده، بس دي بتحصل. وطبعا كل التوفيق للمنتخب المصري فيما هو قادم، وان شاء الله الحال يتصلح، لان انت منتخب الكويت زي ما قلنا اللي هو اضعف منافس ليك بيقدر ان هو كان بيتقدم عليك، وبعد كده انت بترجع من خلال ضربة جزاء وبتضيع ضربة جزاء. في يا جماعة مشاكل في المنتخب المصري التاني.